في مشهد تاريخي بيتكتب على الحدود بتاعتنا وانا بكلمك دلوقتي، مشهد ممكن يقلب كل الموازين في المنطقه. نحن هدفنا هو كسر الحصار ودخول هذه المساعدات الى غزه. اللي انا جاي اقول لك النهارده مش مجرد خبر عادي، دي خطط واسرار وابعاد محدش فينا كان عمره يتخيلها. ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ في جاي علينا من الصحراء، من قلب الجزائر وتونس، ومن مسافه تعدت 3000 كيلومتر، في قافله ضخمه بتتكون من اكتر من 1000 واحد، ويمكن اكتر بكتير من العدد ده، كلهم ناس من كل الفئات ومن كل الدول العربيه. الناس دي نيتهم ان هم يجوا مصر هنا ويكسروا الحصار اللي عاملاه اسرائيل على اخواتنا في غزه اللي استمر لمده سنتين. بس السؤال اللي انا جاي اساله لك واللي مش هيخليك تنام النهارده، هي القافله دي فعلا بدايه فك الحصار على غزه، بدايه الامل اللي احنا مستنيينه بقالنا كتير، ولا اللي جاي ده ممكن يكون فخ او مصيده لمصر، او حتى ممكن تكون قنبله موقوته تولع المنطقه كلها؟ طب مين هي الناس دي؟ وليه اختاروا الطريق الصعب ده بالذات؟ وليه في التوقيت ده بالتحديد؟ طب ليه مفيش اي حد يعرف حاجه عن الناس دي بشكل رسمي؟ طب تفتكروا الحكومه المصريه مستعده تستقبلهم؟ ويا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو وصلنا لساعه الصفر والناس دي وصلت عند معبر رفح وما قدروش يدخلوا؟ طب الناس دي بالكفاءه والشجاعه اللي عندهم دي ممكن يكونوا عارفين ان هم جزء من لعبه اكبر منهم، لعبه ممكن يكون متخطط لها من اجهزه تانية ولا عايزه الخير لمصر ولا عايزه الخير لغزه؟ طيب واسرائيل هل هي واقفه تتفرج ولا ايه دورها في القصه اللي دايره دي؟ وممكن يجي لها الجراءه ان هي تضرب الناس دي وهي على الحدود المصريه؟ هم